السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد والكورة مع محمد مبروك. عودة بعد غياب طويل، طبعا لظروف ما، والحمد لله. يعني كانت الصفحة كانت فيها مشكلة، والحمد لله يعني قدرنا إن احنا نرجع الصفحة، وإن شاء الله نرجع في لايفات جديدة تاني وأخبار جديدة. النهاردة طبعا الحمد لله، يعني الواحد راجع بفيديو مشوق، فيديو فيه اخبار حلوه، اخبار مفرحه جدا جدا. اخبار طبعا احنا منتظرينها بقالنا 3 سنين، الا وهو الحاجه الاساسيه ان النادي الاهلي يعني بيبحث عنها وبيدور عنها، هو المهاجم. فالحمد لله يعني بنسبة كبيرة جدا، وهو المهاجم الفرنسي فينيست. كان بيلعب في بروسيا دورتموند الألماني، طبعا بيلعب في التوب ليفل، في يعني الدوريات الخمسة الكبرى. كان لعب في فرنسا، لعب في ألمانيا. لعيب مهاجم ممتاز كويس جدا. لعيب ارقامه يعني كويسه جدا جدا. لما نشوف ارقام اللعيب دوت، جايب يعني حوالي تقريبا 83 هدف في الدوري الالماني. دوري قوي جدا من الدوريات الخمس الكبرى. لما نشوف اللعيب مهاجم ومهارات واستلام وتسلم، مهاجم جسمان وبنيان قوي جدا وبدنيا. يعني مهاجم متكامل من كل شيء. طبعا المهاجم دوت جه بترشيح من مارسيل كولر وياسين المكاري محلل الاداء النادي الاهلي. الناس دي بتشتغل شغل كبير جدا وشغل عالي جدا جدا يا جماعه. النهارده بنشوف الاجهزه الحديثه اللي الانديه الاوروبيه بتتدرب بيها. بتحاول ان هي بتعلي اللياقه البدنيه من اللعيبه، بتخلي اللي هي بالنسبه لتدريب الحراس، بالنسبه للمهارات اللعيبه، بالنسبه للياقه البدنيه، ترفع من اللياقه البدنيه بالنسبه للعيبه. كل الحاجات ديت النادي الاهلي استلم الاجهزه، وبالفعل بدا الاجهزه بداوا ان هم يستعملوها ويشتغلوا بيها، وان شاء الله تكون مفيده جدا للنادي الاهلي. وان شاء الله يكون في اجهزه تانية هتيجي ان شاء الله باذن الله. ان المساله ما بتجيش يعني مره واحده، بتيجي خطوه خطوه. المدرب مارسيل كوره الكوتش يعني شغال شغل ممتاز جدا، شغل عالي جدا. الراجل شغال يعني عامل اداء وشغل بصراحه، ولا اجمل ولا اروع ولا احسن من كده. الراجل بيشتغل شغل اللي هو الناس اللي هم بتوع اوروبا، الناس اللي هو بالعلم. الراجل بيشتغل، بيشوف مين الاجهز. ما عندوش حاجه اسمها الرفاهيه ان لعيب واحد بس يعتمد عليه، لا. الراجل بيشتغل عشان خاطر يكون كل اللعيبه جاهزه عنده، علشان خاطر لما يجي يحتاجك في ماتش يلاقيك. مش عشان خاطر ان انت تكون مثلا انا لما نيجي نحتاجك في مباراه وما لاقكش، فدي بتبقى يعني محيره، بتبقى في مشكله بالنسبه للمدرب. النهارده المدرب لما يكون عنده البديل واحد واثنين وثلاثه واربعه جاهزين، المدرب حتى لما يجي يغير، والتغييرات عنده اريحيه ان هو يعرف يغير ويعرف يغير الخطه بتاعته. لما يكون مثلا في ماتش مع اقرب ماتش، مثلا عايز تفصيله معينه في حاجه معينه، هو بيعرف يغير، عنده البديل الجاهز. الصفقات النهارده يعني صفقات مش كتيرة، ولكن صفقات جاية في الجول. يعني صفقات ممتازة جدا، زي إمام عاشور، زي رضا سليم، زي فينيست إن شاء الله الأول ما يجي. فالنهاردة الصفقات دي تكون لها عامل كبير، وإن شاء الله ما تكونش الصفقة الأخيرة. النهاردة اللاعب فينيست طبعا أجرى الكشف الطبي، والراجل خلاص إن شاء الله بإذن الله نجح في الكشف الطبي. والإعلان يعني كلها ساعات او يوم او يومين بالكتير، ويعلن النادي الاهلي التعاقد مع المهاجم. ان شاء الله يكون موجود في مباراه السوبر الافريقي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله في السعوديه مع اتحاد العاصمه الجزائري. مباراه السوبر الافريقي ما بين بطل دوري ابطال افريقيا وبطل الكونفدراليه. ان شاء الله يكون الحظ وحليف النادي الاهلي بالفوز بالمباراه وتتويجه بالسوبر الافريقي، ويكون اللعيبه ديت الجديده يكون ليها عامل وليها بصمه في المباراه ديت، وتكون بدايه مبشره للعيبه الجديده ان هي
تبدا ببطوله، يعني اول ماتش ليك ان انت تبدا ببطوله، دي حاجه بتبقى كويسه، بتزيد من حافز اللعيبه ان انت عايز تاخد بطولات اكتر، عايز ان انت طبعا كمان انت عندك داخل كاس العالم. فكان الموضوع صعب جدا، ان الجماهير كانت ضاغطه على الاداره ان هي تجيب مهاجم. فالموضوع يعني كان موضوع صعب جدا، كان في ضغط على الاداره وضغط يعني جماهيري، ضغط بحت على الاداره عشان خاطر تجيب مهاجم. ولكن هم كان عندهم تأني للدرجه القصوى علشان خاطر ان هو عايز يختار لعيب كويس. النهارده لما نيجي نشوف المهاجم، هتقول لي هو سنه كبير، اقول لك اه هو سنه كبير ما عنديش مشكله، بس ولكن ما انت عندك ميسي عنده كام سنه وبيلعب، كريستيانو عنده كام سنه وبيلعب، الراجل عنده تقريبا في 34 35 سنه. ولكن انت النهارده هو تعاقد معاه سنتين، يعني تقريبا هو يعني التعاقد هيبقى سنتين. فان شاء الله باذن الله يعني يعدي بس المرحله الصعبه دي، وان شاء الله يكون في مهاجم تاني. يعني دي يعني في اكون يعني في مهاجم تاني جاي برضه في الطريق ان شاء الله باذن الله. ودي مش هتكون اول ولا اخر صفقه ان شاء الله باذن الله، صفقات جايه كتير وصفقات اقوى. ونتمنى ان المهاجم ده يكون مؤثر وايجابي ان شاء الله مع النادي الاهلي في اللي جاي. واتمنى ان شاء الله ان الصفقه تخلص، لان طبعا اللعيب لعيب حر، واتمنى البطاقه الدوليه توصل بسرعه ان شاء الله باذن الله، علشان خاطر يكون اللعيب متواجد مع النادي الاهلي في السعوديه ان شاء الله مباراه السوبر الافريقي. ودي كانت الاخبار اللي موجوده عندنا، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.